السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة والسيدات الفضلى والفضيات. إن شاء الله مع بعض هنراجع كل اللي فات في أقل الأوقات. معانا في الوحدة السابعة كان هو مفهوم بس ومكون من 4 دروس، الدروس كلها أسهل من بعض. كان بيقول لي اوجد المقام باستخدام المضاعف المشترك الأصغر. يعني هنا يا ترى هقدر اجمع النص والتلت، او انك تضرب 2 في 3 ب6، وبعدين 3 في 1 ب3، و2 في 1 ب2، 3 و2 5. هفكركم بس ازاي اوصل للميم ميم الف. لو كانت مثلا 1 ومعاها 3 فدي اعداد فردية او اعداد اولية. لو كانت 2 و3 حاصل ضربهما 6. لو كان معاك 5 و10 فدول احدهما ضعف الاخر، فالميم ميم الف هتاخد الاكبر اللي هي العشرة. لو كانت 6 و9 فدول بينهم عوامل مشتركة واللي هي التلاتة، هتضربهم وتقسم على التلاتة فهلاقي اللي هما الاتنين بيقبلوا على ال18. وبكده هنكون انتهينا ازاي يعرف المضاعف المشترك الأصغر لأي الأرقام. بعدين كان عايز يعلمني ازاي تقدر تجمعهم أو تطرحهم لو كانت أعداد كسرية. ازاي أجمع؟ لو معايا مثلا 1.5 زائد 3 وربع، ازاي أقدر أجمع دول؟ طبعا لو واحد فهلاوي عارف ان النص والربع بتساوي 3/4، اقدر يا مستر اجمع على طول 1 و3 4 والنص والربع 3/4. اقول له كلامك جميل وصح جدا. حد تاني ممكن يكون ما يعرفش، او ممكن المسألة تختلف معاه ويقول له عايزك تجمع لي 1.5 زائد 4 و3/5. يا ترى دي يقدر يعملها ازاي يا مستر؟ هقول له 1 و4 5، العدد مع العدد ودي على طول ثابته، وبعدين الكسر مع الكسر. لما تيجي في الاول هتضرب المقام في المقام، 2 في 5 ب10، وبتعمل مقص 5 في 1 ب5، و2 في 3 ب6، 5 و6 11. سبتها كده ماشي. في ناس تاني بتفهم شويه تقول لك يا ال 11 فيها كام 10؟ ده كسر غير فعلي، عايز احوله لكسر فعلي. فيها 10 واحده وزيد 1 فتبقى 6 و1 على 10. ده لو عايز تجمعهم. اما لو كان فيهم طرح يا مستر عادي جدا برضو، تطرح الكسر من الكسر والمقام، العدد مع العدد والكسر مع الكسر. اهم الامثله اللي خلي بالي منها، لو معايا 3 و4 على 7 وعايز اطرح منها 1 و5 على 7، هنا يا مستر كارقام ينفع، اللي هو العدد نفسه ينفع، الكسور ما تنفعش. كده هضطر استلف من الثلاثة دي 1 فهتبقى 2. الواحد اللي استلفته بغير من المقام وبديه للبسط، يعني المقام ثابت يا استاذ ايوه، بس بتضيف للبسط نفس الرقم اللي موجود عندك في المقام. 4 و7 11 ناقص 1 و5 على 7. كده اقدر اطرح المسألة بتاعتي عادي. 2 ناقص 1 1، 11 على 7 ناقص 5 على 7، طبعا بنزل نفس المقام، 11 ناقص 5 يكون الإجابة 6. أتمنى أكون فدتكم ولو جزء بسيط كده أهم النقاط الموجودة معانا في الوحدة السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.